تخيل لو في حد بيخش بيتك كل يوم، بياخد من وقتك 6 ساعات، وبياخد من تركيزك نص عمرك، وبيمشي من غير ما تشوفه. هو ده بالظبط اللي بيحصل. الموبايل مش أداة، ده تغريبة. انت بتبقى قاعد في وسط أهلك، ضحكتك واصلة للسقف، بس عقلك في سكرول لا نهائي. بتشوف حياة الناس التانية، بتشوف سفرهم، أكلهم، نجاحهم، وفي نفس اللحظة عقلك بيقارن. والمقارنة دي هي المقبرة اللي بتندفن فيها سعادتك. انت بتشوف حياتهم الهايلايت، اللقطات الحلوة، وبتقارنها بحياتك الكواليس اللي فيها تعب ومشاكل. وطبعا هتخسر في المقارنة دي. عارف ليه مش عارف تسيب الموبايل؟ عشان هو شغال تاجر مخدرات شاطر. كل لايك بيجيلك، كل كومنت بيحسسك انك مهم، بيفرز في مخك جرعة دوبامين رخيصة، زي بالظبط اللي بياكل وجبة سريعة بتشبعك ثانية بس بتجوعك أكتر بعدها. احنا بقينا بندور على السهل. قراءة كتاب؟ لأ. خد فيديو دقيقة. تأمل وصمت؟ لأ. هاتلي أي نوتيفيكيشن تقطع الصمت ده. الموبايل بيخلي عقلك مشوش، مش عارف يركز في حاجة واحدة أكتر من 30 ثانية. انت بقيت بتعاني من تشتت العصر الحديث. وما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.